اعتدى عليها وضربها وأصابها بجرح في الرأس وكدمات في الجسم، وخد شنطتها وفيها الموبايل ودولارات وهرب. حكايات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مش بتخلص، وكل يوم مشاكل وفضايح ملهاش حصر. وآخرهم إن شيرين عبد الوهاب حررت محضر ضد طليقها حسام حبيب بعد ما اعتدى عليها وضربها داخل الاستوديو الخاص بيها وبالشراكة معاه. شيرين راحت الاستوديو اللي بتسجل فيه أعمالها. الاستوديو ده هما شركة مع بعض فيه. طلبت من حسام حبيب يفضوا الشراكة دي وتاخد نصيبها. حسام حبيب رفض وشتمها وسبها واعتدى عليها بالضرب، لدرجة انه أصابها بجرح في الرأس وكدمات في الجسم. توجهت بعدها شيرين لتحرير محضر ضد حسام حبيب، واتجهت قوة أمنية على الفور لمكان إقامة حسام حبيب في التجمع الخامس، لكن لم يجدوا له أي أثر. دي الرواية اللي انتشرت على مواقع الصحفية، لكن الحقيقة إن في مصدر مقرب من الفنانة شيرين قال رواية تانية خالص. قال إن الخلاف في البداية كان بين شيرين وبنتها اللي دايما بتتصرف على غير رغبة الأم، بتسهر وبتخرج براحتها، لدرجة إن شيرين انزعجت من الأمر ووصل لدرجة الضرب. ولما حسام حبيب عرف حاول يتدخل لحل الخلاف اللي بين شيرين وبنتها، لكن شيرين رفضت، فاضطر حسام حبيب انه يلجأ لوالد البنات، واللي بمجرد ما عرف اخد بنته من شيرين وبعدها عنها. وده سبب جنون لشيرين، واندفعت لعمل محضر تعدي ضرب لحسام حبيب. وبعد كل الحوار ده توجهت شيرين عبد الوهاب للاسم مرة تانية وحررت محضر صلح.